جنة النعيم. وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق وطي الباطل سيدنا محمد الوابل الخير الآخر وعلى آله وصحبه الذين سيروا جيل الشرك شر عاطل الذين بذلوا للدين حقه بلا ناصر باطل. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذه وسوة لربكم ولقائه توحيده وتلاوة شكره والثناء وصيانة ودائعه وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة الشارع المرضية في كل بكرة وكل عشية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإياكم ومبارزة الواحد القهار بالعصيان باقتحام مناهيه أو باستخفاف بأوامره في الأوان أو بمقابلة بعضكم بعضا بالظلم والطغيان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وفيما يتعلق بالمساجد يقول ربنا تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول أيضا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وورد في الحديث القدسي عنه تعالى وهو الحميد الولي: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي وحق على المزور أن يكرم زائره. رواه أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري. وفي الصحيحين: من بنى لله مسجدا بنى الله له بهيئته في الجنة. وفي رواية: بنى الله له بيتا في الجنة. وقال شيخنا القديم: أصولكم معا من الرديم ثلاثة فلتفهموا منظومي، أولها المسجد ثم الثاني دوام ذكر الله يا إخواني، ثالثها تلاوة القرآن بالطهر مع تدبر المعاني. وفقنا الله إياكم لطاعته وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. يا الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله